فيما يتعلق بخطاب محمد السادس باختصار لأنه ليس موضوعنا المغرب يعني، لكن في سياق وضع الحدود بشكل عام. أعتقد بأن نقول لك صراحة، أعتقد بأننا اعتدنا على مثل هذه التصريحات سواء من محمد السادس أو من زوار أو من بن كيران أو من حزب الاستقلال. فأصبحت هذه التصريحات بالنسبة لنا ممجوجة ولا معنى لها إلا صرف نظر الرأي العام المغربي ومحاولة إيجاد عدو وهمي بجواره. أنا نقول لها هذا القوس نغلق يعني القوس هذا بهذه العبارة، دور القيادة السياسية في تكاملها مع دور المؤسسة العسكرية. سأقول هذه العبارة، أقول وقلتها وسأقولها: ليس بأيدينا اخترنا المغرب أن يكون جارنا، وليس بأيدي المغاربة اختاروا أن يكون الجزائر جارهم. ولذا أعتقد الجغرافيا هي اللي اختارتنا جيران. لا عفوا، هذا خارج السياق يعني كله يعني. الجغرافيا هي التي وضعتنا جيران. يجب أن نجد طريقة للتعايش السلمي والأخوي الآمن. نحن ليس لدينا عداوة مع المغرب، وهم المفروض أن لا يكونوا لديهم عداوة معنا. هذه اللي نقولها. ما نقول دائما إن ما يجمع الشعبين أكثر من ما يفرقهم، وأنا أتساءل هل هناك ما يفرق هذين الشعبين؟ هل هي مواقف عابرة؟ هي كلمات عابرة؟ كذلك اليوم هناك حديث بين على نبذ أي خطاب يدعو للتوتر، اليد مفتوحة كذلك لاحتضان الجزائريين، وهذه الخطابات المتكررة من طرف واحد. هل تعتقد أن هذه المرة السياق مختلف؟ هل سنشهد بشارة خير؟ أولا، الذي لا يفرق بين الشعبين سوى الحدود والنوايا السيئة لدى جانبين دون آخر. على أي حال نذهب إلى ما أتى به الخطاب الملكي مرة أخرى. جلالة الملك يسجل للتاريخ الإرادة القوية، حسن النية، والتشبت بالرؤية الملكية لتوحيد الشعبين، لأنها ما يمكنش لخلق تقارب أقوى بين الشعبين. ما ننسوش عيد العرش اللي فات بمناسبة الذكرى 22، خطاب الملك كان جزء كبير مخصص لهذا الجانب بالضبط، لهذا التقارب بالضبط، لهذا التعايش بالضبط. ومع ذلك جاءت الرياح بما لا تشتهي به السفن. يعني عوض أن يجاب جلالة الملك عن دعوته الكبيرة والتاريخية، من طبع حتى اتخذت قرارات في اتجاه آخر معاكس، قرارات أضرت. نعم، هذه القرارات التي اتخذت اليوم نشهد كذلك استجابة أخرى لهذه القرارات. تفضل، ماذا يقول زميل. اليوم نحن أيدنا مفتوحة. هذا هو التشبت اللي قلت، تشبت الملك برؤيته، تشبت الملك بما يريده للشعبين ولمنطقة المغرب العربي. وبالتالي حتى لأنه من وراء الخطاب الملكي ديال عيد العرش نحن صدمنا، نحن كمغاربة صدمنا فيما يقوم به بعض، وأنا كنأكد عليها، بعض المناوئين، بعض المناورين، بعض كما قال جلالة الملك في خطاب اليوم الذين يسيئون للمشاعر التي تربط بين الشعبين، وخرجوا في الإعلام ديالهم يسيئون للخطاب الملكي وللدعوة الملكية، ومن بعد جات إجراءات راه تكلم عليها السي العمراني بخمسة. طيب الآن الملك باش يكسر هذا الحاجز وهذه النوايا وهذه السيئة وهذه القراءات الغريبة، دعا الشعب المغربي، أهاب بالشعب المغربي الذي هو شعبه بأن يعني يبذل كل ما يمكن أن يبذله من جهود كي تظل هذه الأخوة وهذه المشاعر. وهذا خطاب للتاريخ، قلت لك الجوهر، هذا خطاب للتاريخ، لأنك أنت جزائرية وأنا مغربي، وهذا التلاحم بيناتنا في الحوار قلناها أكثر من مرة. هذا خطاب يسجل للتاريخ، لكن يسجل للعالم مرة أخرى إرادة الملك لتوحيد يعني القلوب وتوحيد الشعوب وبناء يعني منطقة المغرب العربي والمغرب كذا، خاصة أن الظرفية ما بقاتش كتسبح لهذه القراءات المختلفة اللي ما عندنا ما نديروا بهم. الآن قال جلالة الملك في نهار عيد العرش اللي فات، قال لا أنت يا رئيس الجزائر ولا اللي سبقك ولا أنا كملك المغرب، نحن غير مسؤولين على الوضع اللي وقع فيه البلاد الآن،
ولكن مسؤولين على مستقبل هذا الوضع، مسؤولين على إيجاد حلول لهذا الوضع. اليوم يؤكد أنا لا زلت متشبتا بدعوتي، لا زلت في كلمتي، أنا رجل المبادئ، أنا رجل الحوار، أنا رجل يعني البناء وليس الهدم. ذهبت إلى إفريقيا، قمت بكل ما في جهدي باش نوطد العلاقات التاريخية ديال الشجرة الإفريقية. الآن كيفاش يبقى واحد الحائط مكسور ومشروخ اللي هو في العلاقة بين المغرب والجزائر، اللي هما دولتين قويين في المنطقة الإفريقية وفي منطقة شمال إفريقيا بالخصوص، اللي هما دولتين بإمكانهم يحلوا بزاف المشاكل في هذه الظرفية اللي كيعاني منها العالم، يمكنهم يخلقوا الثورة. ولذلك جلالة الملك هو كيتخاطب مع شعبه ومع حكومة شعبه، قال لهم استفدوا من المرحلة الحالية، استفدوا من المرحلة الحالية لخلق طفرة في النمو للمرحلة المقبلة. داكشي باش قلت قبيله إنه خطاب التفاؤل، خطاب الأمل، وخطاب فتح فرص جديدة للمغرب وأيضا للجزائر. قضية فتح الحدود، أنا نقول لك الحدود ممكن تفتح يوم من الأيام، ولكن اعتذر، الحدود ما تغلقتش على بال الصحراء الغربية، ما نشوهش الواقع. أنا نتذكر كانوا عندي شبان جامعيين هذاك وين كملوا مشاو يتفسحوا تما 3 أيام باش خرجوا، اللي لقاهم يعطيهم اللي كذا، حاشا الشعب هو اللي هربهم وحتى خرجهم من الحدود. تجي في نهار واحد وقع عندك اعمال ارهابي في مراكش، اللوبي اللي عندك تما تزعزع، تاخذ قرار انت باش تقول انا ما عنديش الارهابيين، الجزائريين هما الارهابيين، وانا ذاك حدود فرنسا مبلع علينا، حدود الاخرى مبلع علينا، الطيارات ما تنزلش، تزيد تضرب لي حصار بامر من كذا، ما خلينيش نهضر، انا عارف الخبايا. صبحوا ما يقارب 350 ألف جزائري محصورين، حتى مشات لهم بواخر وحافلات. اعتذر بالعقل ونزيد اكثر. انا ذاك الجزائر كانت هي ترأس اتحاد المغرب العربي، ما خبروهمش، يسمعها في النشرة. ونزيدك ني توصل الجزائريين او الاجانب بالاخص الفرنسيين ذات اصول جزائريه يطبق عليهم الفيزا، هذه عمرها ما صارت في الاعراف الدبلوماسيه. تاريخ وضح تاريخ باللي انا لما نسمع اسبوع من بعد وزير داخليه نتاع دوله نافذه اوروبيه وعندها تواجد تما يقول الجزائر احنا عندنا كل الادله باللي الجزائر ما عندها حتى دخل في الشيء اللي صرا في مراكش، هذوك داروها مغاربه وما اعتذروش، غير كم تقبض عودك تركفوك عودك والفيزا وما نعرف واش. العلاقات بيناتنا راها آلاف سنين، واحد ما يشتمش المستقبل. يعني نقول لك يعتذر الشعب الجزائري قبل كل شيء، لأن من أهان آنذاك هو الشعب الجزائري. قال بغيتي دير لي الفيزا، أنا كما يقول لك الباب اللي يجي منه الريح سدوا واستريح. طاحوا مع سي اليمين فحل والجزائري محض قح، قال ما لها الفيزا تاعك انا الحدود نبلعها. هذا ما كان هكا صرا. دروك بغاو يصلحوا العلاقات، لان علاقات اقتصاديه قويه كانت بيناتنا، والمستفيد مش بالضروره احنا، معليش احنا فيه طرف من الحدود نتاعنا سواء مع ليبيا ولا مع هذه عايشين معنا، عايشين نتقاسموا الشيء اللي كاين، مرحبا. ونعاودوا نبنوا، لان اليوم تجمعات تكتلات الجهويه انت ما تكون قوي الا ما تكون منتمي اليها. ما اقتصاد لما غدوه تبني اتحاد المغرب العربي فيه قوه نتاع ياسر، عندك 70 مليون مستهلك، اكثر من 70 مليون مستهلك، تلحق حتى 90 مليون نتحسبها هذه مستهلك منتج الى اخره. ولكن احنا راغبين، ظني نقول شكون راه يكسر في العلاقات بيننا وبينهم، شكون راه يحوس يكسر العلاقات بيننا وبين تونس، شكون راه يحوس يكسر العلاقات بيننا وبين مصر. انا ما متفق معاك، مانيش نهضر على شيء. انا داتني نعره على اولاد الجزائر اللي تهانوا 12 تاع الليل
واحد مولا 60 عام تخرجوا من الشومبرة تاعو، ما تخليش تاير في المحفظة تاعو والضرب كود فيه، خلاص ما تتقبلش، ما نقبلها لا اليوم لا غدوة. اعتذر للشعب الجزائري، قال وقعت غلطة ونسمحوا وطلبوا السماح وكذا، وممكن تم الأمور تصلح. في خطاب عيد العرش أعلن محمد السادس أن عمله على خدمة الشعب المغربي لا يقتصر فقط على القضايا الداخلية، وإنما يمتد إلى الحرص على إقامة علاقات وطيدة مع دول الجوار. وأكد عاهل المغرب الملك محمد السادس أن العلاقات مع الجزائر مستقرة. وعبر العاهل المغربي في كلمة بثها التلفزيون الرسمي عن أمله في أن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين البلدين. وأضاف الملك محمد السادس: نؤكد لقيادة الجزائر وشعبها أن المغرب لن يكون أبداً مصدر أي شر أو سوء،